فلم يكونوا في حاجة أيضا إلى وجود مصنفات أو مؤلفات تبين وتوضح لهم هذه العقيدة. لكن لما قوي الاختلاف في الأمة وتسربت المحدثات والبدع إلى الدين، بل إلى أصل الدين، ليس في الفروع فقط، بل تسربت المحدثات والبدع إلى الدين، وكثر الاختلاف، وظهرت بعض الفرق والملل والنحل التي نهجت نهجا غير الذي كان عليه الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان. فدخل في الإسلام وقتها من لم يكن له حظ من هذه العقيدة النقية السليمة، وربما كانت له عقيدة ولكنها كانت ممزوجة بأفكار منحرفة وآراء باطلة، فعند ذلك صاروا لا يرجعون إلى الكتاب والسنة، وإنما يرجعون إلى قواعد أو إلى مناهج. هذه القواعد وهذه المناهج أصلها أهل الضلال والبدع من المتكلمين والمناطق والمتفلسفين الذين ورثوا هذه العلوم عن اليونان، فخالفوا بهذه الأصول ما كان عليه المعول في الصدر الأول، ضربوا أصول الدين ومصادره وموارده بمثل هذه المعاول التي هي معاول هدم، وأرادوا أن يقدموا للأمة عقيدة نقية فأخطأوا الطريق وصاروا بعد ذلك يعتمدون بعض هذه الأصول التي حادت بهم عن المنهج الحق، حتى وصلوا إلى أن يقدموا العقل على النقل، ورأوا أن العقيدة لا تثبت إلا عن طريق العقل، والنقل والوحي وهو المعصوم صار تابعا للعقل، فإذا أيد النقل العقل أخذوا به، وإذا خالف العقل النقل أعرضوا عن النقل وضربوا به عرض الحائط، ووصلوا إلى أشياء كثيرة، حتى إنهم لما جاءوا إلى النصوص الشرعية إلى الأحاديث النبوية لم يأخذوها كما هي في القرآن، جاءوا إلى آيات القرآن المحكمة وحاولوا أن يلووا أعناقها وشغبوا على العامة وشبهوا ومثلوا وكيفوا وعطلوا وأولوا، بمعنى حرف، لأن التأويل له بعض المعاني السليمة الصحيحة التي تقبلها النفس وتطمئن إليها، والقرآن لم يسمي التحريف تأويلا، لأن الله عز وجل قال يحرفون الكلمة عن مواضعه، فالتحريف أليق بهم، فحرفوا الآيات المحكمات والنصوص المحكمات. وأكثر من ذلك فرقوا في الأخذ بالأحاديث وقسموها إلى أحاديث متواترة وأحاديث أحاد، وقالوا أن العقيدة لا تثبت إلا بالأحاديث المتواترة، أما أحاديث الأحاد فلا يمكن الاستدلال بها لأنها تفيد الظن. وهذا في الحقيقة تفريق وتمييز في شرع الله سبحانه وتعالى بما لم يأذن به الله عز وجل. العقيدة والشريعة شيء واحد، كما يستدل للشريعة بأحاديث الأحاد إذا
ثبتت صحتها يستدل أيضا بأحاديث الآحاد في إثبات العقائد، ولا فرق عند أئمة المسلمين. ولما وقعت مثل هذه الأمور احتاج أئمة الإسلام إلى بيان العقيدة الصحيحة وتحريرها وكتاباتها ورواياتها وتأصيل قواعدها يرويها المتأخر عن المتقدم، فدونوا كتب العقائد وما أكثرها واعتنوا بها، وصارت مرجعا لمن جاء بعدهم إلى قيام الساعة.